أهلا بيكم في مسلسلنا الجديد. بيبدأ مسلسلنا ببطلنا شيا وهو في عربيته وبيستغرب المكان وبيقول لمساعده مش قلتلك توديني الفندق؟ ايه المنطقة الريفية اللي جايبني فيها دي؟ اتوتر المساعد وقال له بخوف بص انا ماليش ذنب، بس الرئيس قال لي طالما انك موافقتش على الجواز من الانسة باي اجيبك في القرية الريفية دي واسيبك. وغصب عنه بيدلق القهوة عليه، فبينزل شياو من العربية وبيطمن على هدومه وبيبقى لابس لبس أمن وبتكون إنتاج شركته وبيجربه. وبيسأله المساعد لو هيوافق من الجواز من باي، قاله مستحيل، فبيتسحب المساعد منه وبياخد عربيته وبيجري وبيسيبه لوحده تحت صدمة شياو. فبيفضل شياو يتمشى في القرية ويتفرج عليها وبيكون حاسس انه جه هنا قبل كده. ساعتها بيشوف خناقة بنت اسمها ليو مع حبيبها، وبتكون مسكته وبيت في بيت صاحبتها بقاله يومين وبتتخانق معاه وعايزة تنفصل عنه. فحبيبها المغرور بيقولها وهتروحي فين من غيري؟ انتي يتيمة وعايشة لوحدك ملكيش حد غيري في القرية. فبيجي شياو وبيدافع عنها، بتتنحله ليه وبتفضل تقول في نفسها قد ايه هو وسيم وشكله حلو. وبيقول له حبيبها وانت مين علشان تتدخل؟ اه ده بقى حبيبك اللي بتخونيني معاه من غير ما اعرف، بقى اخرك بتاع الامن الفقير ده. بيزعق معاه شياو. فبيقول له شنجي انت ما تعرفش انا مين، انا ليا 2 اخوات هنا شغالين في مصنع عيلة شو، وده اكبر مستثمر وعيلة في القرية. فقال له واو شكلك واصل، طب هاتلي بقى اخواتك وانا مستنيك. قال له طب اصبر عليا ومش، وبتشكره ليه وبتكون خايفة من اللي هيحصل. وبتقول له بص شكلك مش من القرية، أرجوك امشي، لو حصل مشكلة مع مستثمر شركة شياو مش هنلاقي حد يعمل مشاريع في القرية ولا يساعدنا وإحنا فقراء. ومتعرفش إن مستثمر شركة شو هو نفسه شياو اللي واقف قدامها. وبيقول شياو في نفسه إنها بنت طيبة وبتفكر في غيرها رغم اللي هي فيه. وبيقول لها طيب وانتي هتعملي ايه؟ قالت له ابدا ما تقلقش عليا، هو مش هيأذيني، بس قولي انت من المدينة صح؟ قال لها ايوه. بتفرح جدا وبتقوله طب ارجوك خدني معاك من هنا عشان اشتغل واصرف على نفسي وشينج ما يتجوزنيش بالعافية. بيقول في نفسه اخدك ازاي بس، ده انا جدي نفيني هنا بسبب الجواز. بيجيله فكرة وبيقول لها موافق بس بشرط. بتفرح وبتقوله هعمل اي حاجة انت عايزها. قال لها تتجوزيني؟ انصدمت وبصت له وهي مترددة. قال لها ما تخافيش انا بس عايز اساعدك ودي الطريقة الوحيدة اللي اقدر اخدك بيها معايا المدينة، ويا ستي اول ما نوصل هطلقك. قالت له موافقة بس ما نطلقش دلوقتي لحد ما اظبط اموري والاقي شغل. قال لها شغلك عندي ما تقلقيش. وبتفرح وبتشكره انه ساعدها، وبيكون هو عايز يتجوزها علشان يرضي جده وبالمرة يهرب من جوازه من باي. وفعلا بيتمموا جوازهم وما بيرضاش يعرفها انه شياف صاحب مجموعة شركة شو. هو بيقول شكلها بتكره الأغنياء، خليها فاكراني حارس الأمن أحسن. وبيتصل على مساعده يجي ياخده وبيقوله إنه خلاص اتجوز. وبياخده المساعد هو وليو وبيوديهم على الشركة، وبيبقى مفهم ليو إن المساعد زميله بيساعده مش أكتر. وبيروح المساعد للجد وبيعرفه باللي حصل، فبيتجنن الجد وبيقول بقى أنا حفيدي يتجوز بنت رفية فقيرة زي دي؟ أكيد طمعانة في فلوسه، أنا لازم أروح الشركة وأشوف الموضوع بنفسي. وفي الشركة بيدي شياو ليو الاي دي بتاعها وبيقولها انها خلاص اشتغلت رسمي في الشركة، وبتبقى هي فرحانة جدا. والسكرتيرة واقفة هتتجنن وبتقول هو ماله الرئيس شياو، اول مرة اشوفه بيعامل بنت بلطف كده، لا وكمان لابس لبس غريب، ايه لبس الامن دوت؟ وبيقول شياو للسكرتيرة تخلي بالها من ليو، قالت له بخوف واحترام طبعا. فبتستغرب ليو بتقول له هي بتعاملك بخوف كده ليه؟ لا انت لازم تكون متواضع مع حراس الامن الاصغر منك وما تعاملهمش بتكبر. بيضحك شياو عليها وبيتصل بيهم مساعد وبيعرفوا ان جده وصل عنده الشركة. ولما بيشوف شياو جده بياخد ليو وبيجري من قدامه قبل ما يشوفه، وبيقول لها انه لازم يسيبها دلوقتي علشان يشوف شغله وهي كمان تشوف شغلها الجديد. وبنروح لبي اللي بيتصل بيها والدها وبيقول لها ان شياو ظهر في الشركة، قالت له انها تروح له دلوقتي ومش هتسيبه يروح من ايديها. وفعلا بتروح هناك وبتركب الاسانسير اللي بيكون فيه عمال ومنهم ليو واللي بتكون شغالة عاملة نظافة. وبيركب الجد الاسانسير معاهم، ولكن الاسانسير بيديهم انذار ان العدد كبير. فبتزق باي الجد بره بكل تكبر وبتقوله يلا اطلع بره علشان الاسانسير يشتغل يا راجل يا عجوز. وما بتكونش شافت الجد قبل كده ولا تعرف ان جد شياو. بيتصدم الجد من عملتها وبتجري ليو عليه وبتساعده، وبتتخانق مع باي وبتهزقها وبتقول لها باي بتكبر انتي اتجننتي، انتوا متعرفوش انا مين؟ انا باي وفي المستقبل هكون مرات شياو صاحب الشركة، يعني الشركة دي هتكون ليا كلها. وبيقول الجد في نفسه انا ازاي كنت مخدوع فيهم وكنت هرتكب الغلط دوت وهجوزها حفيدي. وبتزق بايو بعيد وبتمشي بتكبر.
وبتروح ليو تطمن على الجد، هو بيقولها انه كويس وبيشكرها انها ساعدته، وبيسألها لو شغالة هنا. قالت له ايوه، وده اول يوم شغل ليا لاني جاية من قرية في الريف. قال لها غريبة، انا كمان حفيدي اتجوز من بنت من ورايا من الريف، اتمنى تطلع كويسة زيك. بتسأله عن اسم حفيده، قال لها شياولي. استغربت لانه نفس اسم جوزها. وهنا بيجي مساعد الجد وبيقول له انهم لقوا حفيده شياو، وبيعرفها المساعد ان الجد هو صاحب الشركة. فبتتصدم ليو وبتقول اكيد يعني جوزي مش حفيده، ده جوزي راجل امن غلبان، اكيد تشابه اسماء. وبتبقى فرحانة انها قابلت صاحب الشركة، وبتقول اما اروح انضف مكتب المدير. ولما بتوصل وبتخبط على الباب بيفتح الجد وبيكون مبسوط انه شافها تاني لانه حبها بسبب طيبتها. وهنا بيظهر شياو في المكتب معاه، فبتقوله بحيرة انت بتعمل ايه هنا مع الجد وفي مكتب المدير، وايه اللبس دوته في لبسك؟ اتوتر شوية وقال لها اللبس ده هدية من الجد مكافأة على شغلي. قالت له بس انت كنت دلوقتي بتنادي بجدي ازاي وده صاحب الشركة؟ قال لها لا، ما هو جدي فعلا، هو مش صاحب الشركة ولا حاجة، ده هو بيهزر معاكي، انا اصلا جايبه هنا علشان اقدمه للرئيس شياو ويشتغل في الشركة. فبيتصدم الجد من كلام حفيده بس بيهوده، وبتتعرف عليه ليو وبعدين بتروح على شغلها. قال له الجد ايه اللي بتعمله دوت؟ قال له عادي، انا اصلا اتجوزتها علشان ارجع المدينة، يعني مش لازم اعرفها الحقيقة. قال له الجد عليا انت شكلك حبيتها. اتوتر شياو فقال له الجد انه كان غبي لما فكر يجوزه باي وانها مش شبهه خالص، وبيعتذر منه وبيقول له يعترف لليو بالحقيقة، وانه من دلوقتي هيحضر لفرحهم علشان يعرفوا الناس كلها، وهيستنى بقى حفيد منهم، وبيكون فرحان جدا بليو. بيستأذن شياو من جده وبيروح الاجتماع، وبيكون الجد واقف وبيسمع صوت زعيق في المكتب اللي جنبه. بيروح يشوف في ايه، وأول ما بيفتح الباب بيلاقي حاجات بتطير وتتحدف في وشه، وبتكون باي بتهزق ليو وبتطردها برا المكتب. بتجري ليو على الجد تطمن عليه، وبتزعق مع باي وبتقول لها اخرجي برا المكتب علشان انضفه. بتعاند باي بتكبر وبتقول لها لا، ده مكتب خطيبي شياو وانا هفاجئه، وبعدين انتي مين علشان تطرديني؟ وايه الراجل العجوز جدك ده انا باشاره من صباعي اطلعكم برا الشركه خالص. بيجي شياو بيسمعها بيقول لها حاسبي على كلامك، انا مستحيل اسمح لك تهيني جدي ومراتي. بتفرح ليو بيه وبتقول جوزي حبيبي رغم انه موظف صغير في الشركه بس شجاع جدا. هو بتبصله باي باستحقار وبتقوله مش انت حارس الامن؟ بتعمل ايه هنا وازاي تكلمني كده، ناقص تطردني. قال لها السيد شياو مش عايزك هنا. قالت له لا طبعا انت كداب، ده خطيبي وانا هخليه يطردك بره. بص للمساعد وقال لها بصي ده مساعد السيد شياو، وهو بلغه انك ما تدخليش الشركة ولا المكتب، وكمان لو ما مشيتيش من هنا دلوقتي هيفك الشراكة بين شركتكم. وبيأكد المساعد على كلامه وبيقول انه حصل. وهنا بيتصل بيها والدها، بترد عليه بحقد ودلع وبتقوله يا بابا تعالى الحقني حالا وهاتلي حقي من الناس دول. قال لها اجيلك ايه، امشي من عندك حالا، شياو قالب الدنيا، لو ما مشيتيش من عندك شركتنا هتفلس. وبيجوا حراس الامن وبيطلعوها بره، وبتبقى هتموت من شياو وبتقوله مش هسكت لك ابدا. وبيطمن شياو على ليو وبياخدها البيت، وبتنبهر بيبي وتقوله شكل عيلتك غنية، البيت كبير وشكله حلو قوي. قال لها ابدا، ده انا مأجره من صاحبي بسعره قليل. قالت له يا صحابك دول جدعان قوي. وهنا بيرن تليفونها وبتكون صاحبتها من القرية واللي خانتها مع شينج حبيبها، وبتقول لها بقولك انا مع شينج اهو، وسمعنا انك رحت اشتغلتي في المدينة وكنت عايزاكي تتوسطي لي اني اشتغل عندك. وبتكون بجحة. قالت لها ليو ما تتصلش بيا تاني، انا خلاص قطعت علاقتي بيكو ومش هساعدك. قالت لها صح، بيقولوا انك هربتي مع واحد من المدينة، يا ترى الشغل حلو معاه وبيديكي فلوس كتير في الليلة؟ بتعيط ليو وبتقفل السكة في وشها، وبيطمنها شياو انه جنبها وهيجيب لها تليفون وخط جديد علشان محدش يتصل بيها ويضايقها. وتاني يوم بيروحوا محل موبايلات، وبتنقي ليو موبايل بس بتلاقي سعره خيالي، فبتقوله يلا نمشي بسرعة ده غالي قوي. قالها ابدا لازم اجيبهولك. وبيشاور للموظفة فبتحييه، وبتقوله انها مبسوطة ان السيد شياو بنفسه شرفهم في المحل، فبتتنح ليو وبتقول لها السيد شياو. فبيشاور شياو للموظفة فبتقول لها لا سوري اتلخبطت، انا فكرته شخص تاني، وعموما النهاردة عيد ميلاد المحل وعلشان كده عندي خصم كبير وهتاخدي التليفون بسعر دولار واحد بس. فبتفرح جدا ليو وما بتكونش مصدقة نفسها من الفرحة، وبتقول انها محظوظة جدا في المدينة دي، وطبعا كل دوت من تخطيط شياو. بتروح ليو الشغل وبتبقى فرحانة بالتليفون الجديد، وبتحاول تتعلم فيه وبتفضل تبعت لشياو صور ليها بيه، فبيضحك على طيبتها. وبتلاقي التليفون بيسجل وما بتكونش فاهمة فيه. وهنا بتشوف شينج وصاحبتها قدامها،
فبتتخض منهم، وبيكون شينج جايب اخواته وبيقولوا لها انها هربت، بس هم لقوها لانها لازم تتجوزوا، وبيخدروها وبيخطفوها من الشركة. وبيقول لها شينج الأول كنت عايزك ليا لوحدي، بس قلت يلا مش خسارة في اخواتي وهصورك وهاخد فلوس. وبيخلي اخواته يقربوا منها ويتحرشوا بيها، وبيفضل يصورها هو وحبيبته هما بيضحكوا عليها. وفي الشركة بيجري مساعد على شياو وبيقوله ان ليو مش في الشركة، فبيقلق شياو لما بيلاقي حاجتها مرمية في الأرض. وبيسأل الموظفين فبيعرفوه ان في 3 رجالة وبنت خدوها ومشوا من الشركة. فبيتعصب منهم وبياخد المساعد وبيروح على مكانها وبيحدده لأنه بيكون رابط تليفونها بتليفونه. وبيوصلوا عندها وبيضرب شينج وإخواته. فبيتعصب شينج عليه وبيقوله انت تاني، انت عارف ان مدام السيد شيا وهي اللي قالت لي اخطفها؟ قال له بتقول مين؟ انت مجنون يا ابني؟ مدام مين؟ انت ما تعرفش اصلا انت خاطف مين. وبياخد ليو معاه وبيمشي وبيسيب المساعد معاهم. وفي البيت بيفضل يهتم بيها وبيعالج جروحها. فبتشكره ليو انه وقف جنبها وساعدها. وبتسأله لقاها ازاي، قالها عن طريق تليفونها. وبيتصل بيهم مساعد وبيقوله ان شينجي واخواته رفضوا انهم يعترفوا ان باي هي اللي بعتتهم، وكده مفيش دليل عليها، وكمان صاحبتهم هربت. ساعتها بتكون ليو بتلعب في التليفون وبتسمع التسجيل، وبيكون كل الوقت دوت من اول ما خطفوها والتليفون كان بيسجل. فبيسمع شياو المقطع وبيقول المساعد انه خلاص لقى الدليل. وبياخد منها التليفون وبيقول لها انه بالتسجيل دوت هيسجنهم كلهم علشان محدش يقرب منها تاني ويضايقها. فبتوافق وبتديهوله وبتسأله لو هو شغله فعلا رجل أمن. فبيتوتر شيا وبيقول لها أكيد، بس اشمعنى؟ بتقوله أصلك دايما بتلحقني وبتجيب لي حقي، وأنا مستاهلش كل دوت. قال لها إنه هيفضل جنبها. وبنروح بقى لصاحبتها اللي بتروح تقابل باي، وبتطلب منها الفلوس اللي اتفقوا عليها، بس باي بترفض. وبتقول لها فلوس ايه؟ انتوا بوظتوا الخطة اصلا، بس لو عملتي اللي هقولك عليه هديكي الفلوس. وبتقول لها هتعمل ايه. وهناك في الشركة بتشوف الموظفين بيبصوا لتليفوناتهم ويتكلموا عليها، وبتقول لهم في ايه. وبتشوف على تليفون واحدة منهم صور ليها مش كويسة. بتتصدم ليو من الصور وبتقول لهم انها مزيفة ومش حقيقية، بس هما مش بيصدقوا. هو بيقولوا لها انها مجرد موظفة ريفية، والاحسن ترجع بلدها وتعمل اللي هي عايزاه بدل ما تسوق سمعة الشركة. فبتزعل ليو وبتتخانق معاهم. وبتكون إيري صاحبتها واقفة وبتراقب اللي بيحصل، وطبعا عارفين ان هي اللي نشرت الصور. وبيروح المساعد لشياو وبيعرفه بالموضوع الصور وبيوريها له. فبيقول له شياو بعصبية لازم اعرف مين اللي هكر تليفونات الموظفين ونشر الصور دي. وبتظهر إيري قدام الموظفين وبتقول لهم انا صاحبتها، اكيد الصور دي حقيقية. البنت دي مدمنة مخدرات وسرقت خطيبي وجت هنا وبتحاول توقع السيد شياو. بيفضلوا الموظفين يهينوا في ليو ويقولوا لها يعني انت كنت كده في قريتك كمان وجايه هنا تلوثي الشركه وتسرقي السيد شياو؟ بس حظك وحش لانه راجل محترم واكيد مش هيبصلك، انت لازم تطلعي برا الشركه. وبياخدوها بالعافيه وبيحاولوا يطردوها برا، بس بيوصل شياو وبيوقفهم وبيزعق، فبيترعب الموظفين منه وبيمشوا بسرعه. وبتقوله إيري بغيظ انت تاني، هو مفيش غيرك يا حارس الأمن يا فقير انت، كل شوية تظهر قدامي. فبيوريها شياو فيديو كاميرات المراقبة وهي جايباها وهي بتهكر لابتوب الشركة علشان تنشر الفيديو على تليفونات الموظفين. وبيقولها غريبة من واحدة كروية زيك تعمل كده، أنا بالفيديو دوت ممكن أسجنك، بس لو اعترفتي مين قالك تعملي كده هديكي فلوس ضعف ما كان هيديكي. ضحكت عليه بسخرية وقالت له انت مجرد حارس أمن فقير، هتديني بقى الفلوس منين؟ فاكرني عبيطة؟ وهنا بيجي مساعد وبيناديله قدامهم بالسيد شياو. فبتبصله إيري بصدمة وقالت له انت السيد شياو صاحب الشركة؟ قال لها اه، وليو تبقى مراتي، يعني مرات الرئيس. وطبعا صدمة ليو هنا ما تقلش عنها، فبتتغاظ إيري منها وبتقول لها مستحيل تكوني مرات الرئيس. وبكل حقد وغل بتطلع السكينة وبتكون عايزة تموتها، بس بيمسك شياو السكينة بإيده وبتنجرح. وبيمسك المساعد إيري وبتتخض ليو على شياو وبتعالج جرح إيده، وبتلومه إنه عرض نفسه للخطر. فبيقول لها إن دي أقل حاجة ممكن يعملها علشانها، وإنها دايما واقفة جنبه وده واجبه ناحيتها. قالت له ما تحاولش تعمل كده علشان أنسى إنك كذبت عليا، أنا بس خايفة إننا المفروض إننا نتطلق دلوقتي. قال لها مستحيل مش هطلقك. قالت له بس انت المفروض كنت تتجوز باي، هو اتجوزتني علشان تساعدني وتخرجني من القرية. قال لها جدي اللي كان عايز يجبرني اني اتجوز باي، بس انا ما بحبهاش، ولما عشرتك وعرفتك حبيتك انتي، واتمنى انك ترضي تكملي حياتك معايا. بتتفاجئ ان الشياو الغني بيحبها وبتكون مصدومة ومحتارة، وبتقوله اديني فرصة افكر.
وفي الشركة بتسمع الموظفين بيقولوا إن باي مرات السيد شياو جاية الشركة، وإن هو والجد اللي دعوها بنفسهم، وبيبقوا قاصدين يسمعوا ليو. قال يعني علشان تبطل تقرب منه ومتحلمش إنه يتجوزها. ساعتها بيبعت شياو رسالة لليو وبيقولها تجيب شهادة الجواز بتاعتهم من العربية، وبيديها باسورد العربية، وبيقولها إنهم بالليل هيتعشوا سوا مع الجد. وبتفرح ليو، وهنا بتيجي باي والكل بيحييها على أساس إنها مرات شياو الرئيس. وبتعامل باي ليو بتكبر وبتقولها انتي ازاي ما تجيش تحييني زيهم. قالت له احييكي بصفتك ايه بقى محتالة. بيتصدموا الموظفين من جرأتها وبيقولوا لها يا بنتي دي مرات الرئيس. قالت لها انا ما قلتش حاجة، بس علشان نتأكد عايزين نشوف شهادة الجواز. وبتتوتر باي وبتقول لها اه طبعا انا مراته، بس شهادة الجواز في البيت هجيبها اعمل بيها ايه يعني. قالت لها ليو وانا بنضف الصبح سمعت السيد شيو بيتكلم انه مخلي شهادة الجواز بتاعته في العربية، وكمان كان بيقول انه هياخد مراته علشان يتعشى مع الجد. فبتفرح باي وبتقول لها بجد قال كده. قالت لها طبعا، وبما انك مراته اكيد هتفتحي عربيته عادي. بتقول باي في نفسها افتح عربيته ايه بس، ده انا معرفش ولا شكله ولا شكل عربيته. لكن الموظفين بيصروا عليها علشان يكبسوا ليو، وبياخدوها بالعافية عند عربية شياو، وبيبقوا مبهورين بموديل العربية ولأنهم أول مرة يشوفوا حاجة بالفخامة دي. بتعمل باي إنها بتدور في شنطتها وبتقول لهم نسيت المفتاح. قالت لها ليو بلقم هو انتي ما تعرفيش ان عربية جوزك بتتفتح من غير مفتاح؟ بيقولوا الموظفين فعلا دي بتتفتح بكلمة سر او ببصمة صباع. اكيد السيد شياو مدلع مراته وعامل بصمة صباع ايدها علشان هو احتاجت عربيته. بتقول لهم طبعا، وبتفضل تجرب بصمة صباع ايديها واكيد العربية مش بتفتح. فبيشكوا الموظفين فيها وبيقولوا لها انتي مش مراته ولا ايه؟ قالت لهم لا مراته، بس اكيد البصمة معلقة. فبتقول لها ليو طب استني كده لما اجرب، وفعلا بتتفتح العربيه. فبيتصدم الكل وبيقول لها هو انتي مرات السيد شياو؟ بتقول لهم باي بحقد لا دي نصابه، الباب كانت فتح وهي يدوب شدته. قالوا لها مصدقينك اكيد يعني هو مش هيتجوز واحده كرويه زي دي. بتقول لهم ليو طب ما نشوف شهاده الجواز. وبتدخل باي تدور عليها مش بتلاقيها، لكن ليو لانها عارفه المكان بتجيبها بسهوله تحت استغراب الكل. وبتفتح باي شهاده الجواز وبتشوف الصوره، وطبعا بتتريق عليها وبتقطع الشهادة وبتقولها انتي نصابة، حتى صورة راجل الأمن بتاعك وبتقولي عليه شياو. بتتضايق ليوم منها، وهنا بيجي الجد وبيقولها انه جاي ياخدها علشان يتعشوا سوا بالليل. بتوريله شهادة الجواز وهي حزينة، فبيزعق لبي فبتقوله وانت مين بقى، المحامي بتاعها ولا عاشقها العجوز؟ خلي بالك لا تموت في ايديها. بيشتمها الجد بسبب وقاحتها، فبترفع ايديها علشان تضربه بالقلم. لكن ليو بتقف قدامه وبتاخد هي القلم وبتقولها اوعي تقربي من جدي. وهنا بيوصل شياو وبيقولها بتعملي ايه؟ قالت له وانت بقى جوزها يا فقير؟ انا مرات السيد شياو، واول ما يجي هخليه يطردكم كلكم بره. بيستغربوا الموظفين وبيقولوا ازاي تكلموا كده، هي ما تعرفش السيد شياو ولا ايه؟ وبيعتذروا منه عن اللي حصل وانهم ما كانوش يعرفوا ان ليو تبقى مراته. وهنا بتاخد بي الصدمة لما بتعرف ان اللي قدامها هو شياو صاحب الشركة. وبيطرد شياو الموظفين، وبتترجى بي شياو يسامحها وبتقوله انها ما كانتش تعرفه. قالها خلاص كل الادلة معايا وهسجنك بقية حياتي زي ما حاولتي تدمري سمعة مراتي. وهنا بتتصل بأبوها فبيقولها إنه آسف ومش هيقدر يساعدها. فبتجري باي برعب من قدامهم، وبيعتذر شياو من ليو إنه عرضها لكل ده بسببه. قالت له بحب لا أبدا، أنت أكتر حاجة حلوة حصلت لي وما كنتش أحلم إنك تبقى جوزي وتكون حنين وتحميني كده. وبيمشوا سوا مع الجد وبيكونوا سعداء. ولحد هنا بيخلص الملخص. أتمنى يكون عجبكم واستنوني في ملخص جديد قريب، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.